المسيرة الخضراء كانت حدثا تاريخيا بارزا في تاريخ المغرب. نظمت في 6 نوفمبر 1975 من قبل الملك الحسن الثاني لاسترجاع الصحراء الغربية من الاستعمار الإسباني. شارك في المسيرة حوالي 350 ألف مغربي ومغربية، حملوا الأعلام المغربية والمصاحف كرمز للطابع السلمي للمسيرة. الهدف كان تأكيد حق المغرب التاريخي في الصحراء الغربية وإبراز رغبة الشعب المغربي في استعادتها بطرق سلمية. انتهت المسيرة بنجاح، وأسفرت عن انسحاب إسبانيا من المنطقة وإعادتها إلى السيادة المغرب.